عندي بعد كده ترتيب الصفات، يعني ازاي ارتب كذا صفة جايين مع بعض بيوصفوا كلمة واحدة، احط مين قبل مين او مين الاول. قال لي في ترتيب معين لازم امشي عليه، وما ينفعش ان نوع يجي قبل نوع، لا لازم امشي بالترتيب ده. طب ايه هو؟ اول حاجة او اول صفة بكتبها لما اجي اوصف كلمة بصفات كتير، اول حاجة هي الرأي او الجودة. رأيي في الحاجة دي، هل هي جميلة أو وحشة ولا إيه بالظبط. بعد كده عندي الحجم، يبقى بعد الرأي بحط حجمها قد إيه، كبيرة صغيرة وهكذا. بعد الحجم العمر، بمعنى إيه؟ بمعنى قديمة جديدة كده. بعد كده بحط الشكل، مدورة مربعة مثلثة وهكذا. بعد كده اللون، لونها ايه بالظبط. بعد كده المنشأ او اصلها ايه، امريكي مصري ياباني وهكذا. بعد كده بحط الخامة بتاعتها، معدن خشب نحاس، الخامة بتاعتها عبارة عن بالظبط. بعد كده الوظيفة بتاعتها او بتستخدم لايه او بستخدمها في ايه بالظبط. بعد كده بحط بقى الموصوف اللي عندي. لازم امشي بالترتيب ده في الصفات، ما ينفعش احط حاجة قبل حاجة، يعني ما ينفعش احط اللون قبل الرأي، لا غلط، لازم الرأي الأول. بعد كده بعد الرأي بحط الحجم، أمشي بنفس الترتيب اللي عندي، ما ينفعش أحط حاجة قبل حاجة. ما ينفعش أحط الشكل قبل الحجم، لا ما عنديش شكل خلاص يبقى هدخل على اللون، لكن ما ينفعش أحط ده قبل ده، لازم أمشي من أول من فوق اللي عندي فيهم أحطه هو الأول. الرأي، بعد كده الحجم، بعد كده العمر، بعد كده الشكل، بعد كده اللون، بعد كده المنشأ، بعد كده الخامة، بعد كده الوظيفة. ما ينفعش ألخفن فيه، ما ينفعش أحط حاجة قبل حاجة، لازم أمشي بالترتيب دوت. ودلوقتي هنشوف مع بعض مثال على كل نوع من الصفات دي، زي مثلا صفات الرأي، زي لما أقول good boy ولد جيد أو ولد مطيع. هنا boy جاية good معلش جاية بمعنى جيد أو مطيع، فجود بوي جود هنا انا بقول رأيي فيه. طب صفات الحجم long hair شعر طويل، دي هنا ببين حجمه قد ايه، طويل قصير كبير صغير، كل دي تبع الحجم. طب العمر age young girl بنت صغيرة او صغيرة في السن، young صغير في السن، تمام. طيب الهيئة او الشيب الشكل بتاعها round ball كرة مدورة، كرة مدورة شكلها ايه، شكلها مربع مثلث مدور round مدورة. طب بالنسبة للكولر أو اللون red pen قلم أحمر، دي كده الألوان هي اللي بتعبر عن اللون. طيب الأوريجين أو المنشأ German guy هنا جنسيته إيه؟ طبعا هنا مش هينفع أقول منشأه، لا إن هو مش مادة أو مش مادة خام هقول منشأها أو صنعت فيه، لا هو شخص، فهتبقى جنسيته إيه؟ German ألماني. طيب الخامة plastic chair كرسي بلاستيك، بقول هنا نوع سواء خشب معدن نحاس بلاستيك الكلام ده كله. طيب الوظيفة frying pan طاسة آلية، طاسة قلي، frying هنا بمعنى آلية أو القلي، جاية بتبين الوظيفة بتاعتها. ودلوقتي هنشوف مثال طويل شوية علشان يوضح لنا ازاي نرتب أنواع الصفات دي ورا بعض، زي لما أقول It is my favorite big old square blue Italian wool door mat. favorite هنا جاية صفة رأي اللي هي مفضلة عندي، المفضلة، فدي كده صفة رأي زي ما احنا شايفين اتحطت في أول الصفات، أول واحدة فيهم، لأن احنا هنمشي بنفس الترتيب اللي احنا قلنا عليه. تاني حاجة big كبيرة بتعبر عن الحجم. طيب old قديمة، دي بتعبر عن العمر بتاعها وطبعا جه بعد الحجم. square مربعة اللي هو بتعبر عن شكلها. blue أزرق بتعبر عن لونها. Italian اللي هي المنشأ بتاعها اللي هي من إيطاليا. طب wool من الصوف بتعبر عن الماتيريال بتاعها أو المادة الخام بتاعتها. door هي هتستخدم في إيه، الوظيفة بتاعتها اللي هي هتتحط على الباب. mat دي السجادة اللي احنا كل ده بقى بنوصفها في الآخر. فاحنا كده زي ما شايفين لازم نمشي بنفس الترتيب دوت، ما ينفعش أحط اللون قبل الحجم، ما ينفعش لا أحط مثلا المادة الخام قبل العمر، لا لازم امشي بنفس الترتيب دوت.